لم يكن اسم دراكولا في المصادر العثمانية مجرد لقب عابر، بل كان يذكر باعتباره واحدا من أخطر وأقسى أعداء الدولة العثمانية في القرن الخامس عشر. رجل لم يعتمد فقط على السيف، بل على الرعب نفسه كسلاح رئيسي. وعندما نعود إلى تلك المصادر، نجد أن صورته أبشع بكثير من الأسطورة التي عرفها الناس لاحقاً. اسمه الحقيقي هو فلاد تيبيش، ويعني لقبه المخوزق، وقد عرف في المصادر العثمانية باسم قازقلي فويفودا، أي الأمير صاحب الأوتاد. وهو لقب لم يأتي من فراغ، بل من طريقة إعدام مرعبة جعلته حديث أوروبا كلها. ولد سنة 1431 ميلادي في مدينة سيغيشوارا في رومانيا، وكان أبوه دراكول أحد أمراء إقليم الفلاخ، وقد خضع للدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الثاني. لكن هذا الخضوع لم يكن إلا ظاهرياً، إذ سرعان ما انقلب وتحالف مع أعدائها. وتذكر المصادر العثمانية أن السلطان مراد الثاني بعد أن أخضع المنطقة أخذ أبناءه رهائن، وكان من بينهم فلاد تيبيش وأخوه رادو الوسيم. نشأ الاثنان داخل الدولة العثمانية، لكن الفارق بينهما كان حاداً، فقد تأثر رادو بالحياة داخل القصر، بينما ظل فلاد يحمل كراهية شديدة ظهرت لاحقاً بشكل مرعب. وفي تلك الفترة كان الأمير الشاب محمد بن مراد، الذي سيعرف لاحقاً باسم محمد الفاتح، يعيش هو الآخر مراحل تكوينه السياسي والعسكري. وتشير بعض الروايات إلى أن فلاد تيبيش عاصر هذه الفترة داخل البيئة العثمانية، وشهد جانباً من النظام العسكري والتربية الصارمة التي كانت تنشئ قادة الدولة. لكن من المهم التوضيح أن المصادر العثمانية لا تشير إلى علاقة صداقة أو ثقة خاصة بين محمد الفاتح وفلاد تيبيش، بل كان وجوده في الدولة أقرب إلى كونه رهينة سياسية لضمان ولاء أبيه، وليس أميراً يتم إعداده ضمن النخبة الحاكمة. وعلى عكس أخيه رادو الوسيم الذي تأثر بالحياة داخل الدولة العثمانية واقترب لاحقاً من السلطان، ظل فلاد محتفظاً بشعور داخلي بالعداء، ولا توجد دلائل مؤكدة على أنه شارك في حروب إلى جانب السلطان محمد الفاتح، لكن المؤكد أنه تعرف عن قرب على أسلوب الدولة العثمانية في الحكم والتنظيم العسكري، وهو ما جعله لاحقاً خصماً يفهم عدوه جيداً. هذه التجربة تركت أثراً عميقاً في شخصيته، فبينما خرج أخوه رادو أقرب من العثمانيين، خرج فلاد بشخصية مختلفة، أكثر قسوة وأكثر ميلاً للانتقام. وبعد مقتل والده سنة 1447 دخلت الفلاخ في صراع على الحكم، واستغل العثمانيون الوضع فدعموا فلاد تيبيش ليصل إلى السلطان سنة 1456 في محاولة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. لكن هذا القرار كان بداية المشكلة، فبمجرد أن استقر له الحكم بدأ فلاد تيبيش في إظهار وجهه الحقيقي واتباع سياسة تقوم على الرعب المطلق. لم يكن يعاقب فقط، بل كان يحول العقوبة إلى مشهد علني من العذاب، مستخدما الخازوق كوسيلة رئيسية للإعدام، وكان يترك ضحاياه يموتون ببطء شديد أمام أعين الناس في استعراض مقصود لبث الخوف. ولم يكتفي بذلك، بل أقام ما يشبه غابات من الخوازيق تنصب فيها الجثث على أطراف المدن لتكون رسالة دائمة لكل من يمر. وتذكر بعض الروايات أنه كان يتعمد المبالغة في القسوة، فيأمر بتسمير بعض ضحاياه في جذوع الأشجار أو حرقهم جماعياً أو تعذيبهم بطرق قاسية، حتى أصبح اسمه مرادفاً للرعب في المنطقة. ومع مرور الوقت لم يعد هذا العنف داخليا فقط، بل امتد إلى علاقته بالدولة العثمانية، فبدأ في التمرد ورفض دفع الجزية، وهاجم القرى التابعة لها، وقتل عددا كبيرا من المسلمين في أعمال وصفتها المصادر بأنها فظائع غير مسبوقة.
وفي لحظة فاصلة أرسل إليه السلطان محمد الفاتح رسلاً، لكنه لم يكتفي برفضهم، بل أمر بتثبيت عمائمهم على رؤوسهم بالمسامير في إهانة مباشرة للدولة. وهنا لم يعد الأمر مجرد تمرد، بل أصبح تحدياً صريحاً. ومع تصاعد هذه الأحداث بدأ الصدام بين الرجلين يقترب، صدام لم يكن عادياً، بل مواجهة بين واحد من أعظم سلاطين الدولة العثمانية وأحد أكثر خصومه قسوة ودموية.